وبعد ما بيتم تصعيده مع مانويل جوزيه، والمعروف عن جوزيه بعدم تفضيله للاعب الناشئ اساسا، بيحب دايما اللعيب الجاهز. مانويل وقتها قال لتريزيجيه انه من احسن الشباب اللي مرنها في حياته، بس كل ما تريزيجيه بيفرح لازم بيحصل حاجه. مانويل جوزيه بيرحل عن الاهلي، وتريزيجيه كان عنده كل الامل ان مع مانويل هتبقى بدايه الطريق. وبيستكمل بعدها المشوار حسام البدري عشان يقول لتريزيجيه وقتها للاسف احنا بنتعاقد مع صفقه جديده، فمش هيبقى ليك مكان في القائمه الافريقيه. والوقت ده كان معروف ان مفيش بطوله بتتلعب غير بطوله افريقيا، نظرا لظروف شهداء بورسعيد رحمهم الله، وكمان الظروف السياسيه في 2013. يعني مفيش مجال للعب غير في افريقيا. بس المره دي الحظ بيبتسم لتريزيجيه. سعد سمير وشهاب الدين بيحصل لهم مشكله في الطيران، وموعد رجوعهم بيتاخر مع مشاركتهم كمان للمنتخب الاولمبي في لندن، فبيضطر كابتن حسام البدري يلجأ لقود تريزيجيه في مواجهة الزمالك. وبيكون اول ماتش لتريزيجيه قدام الزمالك يوم 22 يوليو 2012.